تعال أقولك إزاي تكسب من مشروع تربية الفراخ البيضة في البيت وتقدر تعتمد عليه أساسي إنه يجيب لك دخل كل 45 يوم، متوسط 5000 جنيه في ال45 يوم اللي هتربي فيهم الفراخ البيضة. أهم حاجة إن أنت يكون عندك خبرة حتى لو بنسبة 50% عشان تقدر تطلع الدورة بتاعتك من غير مشاكل. أقل عدد تقدر تعتمد عليه في التربية كمشروع هو 100 فرخة بيضة. لو ربيت عدد أقل من 100 هيبقى فيه ربح، بس يفضل إنك تربي عدد 100 عشان خاطر كل ما العدد هيزيد عندك كل ما الربح بتاعك هيزيد. عوامل نجاح دورة الفراخ البيضة بتعتمد على حاجتين. أول عامل وهو الكتكوت. الكتكوت لو جايبه كويس ومن مصدر كويس هيعيش معاك وهيحول ويديك وزن متوسط. الفراخ عندك هتبقى عاملة 2 كيلو ونص. لو وصلت الفرخة عندك لوزن 2 كيلو ونص، يعني انت مثلا لو عندك 100 فرخة متوسط الأوزان بتاعتهم كل فرخة 2 كيلو ونص أو أكتر، يبقى انت كده هتكسب في تربية الفراخ البيضة. إنما لو متوسط الفراخ عندك 2 كيلو أو 2 كيلو وربع، يبقى هتلاقي يا دوب انت هتلم المصاريف اللي صرفتها فقط. يبقى اول حاجة تعملها وانت بتشتري الكتكوت تشتريه من مصدر موثوق بنسبة 100%، لان معظم الكتاكيت اللي الاهالي بتشتريها بتكون الكتاكيت دي فرزة مفروز منها الديوك، وكمان بيبقى فيها عدد نسبة صردة. يعني ال100 كتكوت ممكن يكون فيهم نسبة 20% كتاكيت صردة، غير ان ممكن يكون فيها فيروسات او مش كويسة. طيب هتقولي ما انا ساعات اجيب من المكتب ده او اجيب من الدكتور البيطري كتاكيت، مرة تبقى اوزانها كويسة وتوصل ل3 كيلو، ومرة تبقى اوزانها ضعيفة وما تشيلش. عشان خاطر المفارخ الكبيرة والناس اللي بتسكن اللي عندها مزارع كبيرة مثلا ما بيكونش فيه اقبال على شراء الكتاكيت اللي هي الفرز الاول، فبتضطر الشركات ان هي تبيعها للمكاتب، وده بيكون حظك، دورة تلاقيها كويسة ودورة تلاقيها وحشة تخسر الدنيا معاك. عشان ما نتكلمش كتير في نقطة الكتكوت، انت لو اشتريت كتكوت كويس ووكلته ال3 كيلو ونص علف في ال45 يوم هيديك متوسط الوزن 2 كيلو ونص، وهتلاقي حاجات عدت معاك 3 كيلو الا ربع و3 كيلو. تاني حاجة بقى عشان ما اطولش عليكو، وهي بتعتمد عليك انت كمربي في نجاح دورة الفراخ البيضة. اول حاجة لازم تعملها لما تيجي تدخل دورة فراخ بيضة، لازم تظبط المكان بتاعك. لازم تنظف المكان كويس من الدورة اللي قبليه، وتعقم المكان بكلور على الاقل، وتغسل السقايات وتنظف المكان، وتظبط المكان بتاعك من حيث التهوية والحرارة، لان الكتكوت لو بياخد التهوية والتدفئة بتاعته بشكل مظبوط هيبقى مش محتاج اي حاجة عشان ياكل ويحول ويوصل للوزن المثالي. النقطة المهمة اللي الناس مش بتاخد بالها منها وهي الفرشة. الناس بتسيب الفرشة، الفراخ بتعمل عليها حمامات من غير ما تزود الفرشة، او في ناس بتغير الفرشة كل 3 او 4 ايام تلاقيهم بيكنسوا الفرشة ويغيروها. الكلام ده غلط وده بيسبب امراض للفراخ. فانت الصح ان انت تزود الفرشة كل 3 او 4 ايام طبقة جديدة من غير ما تعمل عفرة على الكتاكيت عشان خاطر ما يجيلهاش برد. نيجي بقى لأهم نقطة وهي الأمراض اللي بتصيب الفراخ. أمراض الكوكسيديا والكوليستريديا من أكتر المشاكل اللي بتخسر مربيين الفراخ البيضة. الفراخ لو عندها كوكسيديا أو كوليستريديا هتاكل مفيش مشكلة، بس هيحصل نافق، وكمان هيبقى الوزن ضعيف. يعني الكتكوت بدل ما يحول معاك ويوصل ل2 كيلو ونص هتلاقيه وصل لكيلو 800 بس، وهتلاقي نفسك بتخسر. فالصح ان انت تخلي بالك من الفراخ وتركز على الحمامات بتاعتها عشان تعرف تشخص المرض. والافضل ان انت تدي جرعة كوكسيديا وكوليستريديا ومضاد سموم على عمر 11 و12 و13 يوم متواصلين، وعلى عمر 22 يوم و23 يوم و24 يوم، عشان تتفادى مشكلة الكوكسيديا والكوليستريديا. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا جدا جدا. لما تيجي تبيع الفراخ بتاعتك هي مثلا وصلت عمر 40 يوم أو 38 يوم والأوزان عندك كويسة، خلي بالك من سعر البورصة. لو لقيت سعر البورصة رافع وكويس ومناسب
يبقى اتكل على الله وبيع الفراخ بتاعتك، لان انت لو قعدت الفراخ بتاعتك فهي كده كده بتاكل عندك، وانت وصلت الوزن كويس ممكن سعر البورصة ينزل فتلاقي نفسك خسرت في كل كيلو 2 أو 3 جنيه. فانت تركز مع سعر البورصة عشان تبيع بسعر كويس، اوعى تبيع للتاجر بسعر اقل من سعر البورصة. وخلي بالك في تجار مش كويسين، ممكن يكون بيلعب في الميزانة او كده، تلاقي نفسك بياكل عليك مثلا في ال100 كيلو 10 كيلو، انت اولى بيهم.